مهتدون. معا نهتدي بإذن الله. كان جالسا في أمان الله عز وجل، فإذا باتصال يأتيه رد على الهاتف، فقالوا: الأستاذ عبد الرحمن، البقاء لله، نحتاج منك أن تأتي إلى المستشفى الفلاني الآن وبسرعة لتستلم جثة أخيك. وقف عبد الرحمن مصدوما وما استطاع الكلام بكلمة، وكان ألف سؤال يدور في رأسه حينها: ماذا حدث وكيف مات؟ ولكن لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة: لقد أمسك لسانه. فهي قصة تناقلها سكان محافظة العارضة شرق جازان. يقول عبد الرحمن صاحب القصة: إنه أول ما أنهى المكالمة لم يستطع المشي ليذهب إلى المستشفى، بل كان يجر رجليه وتذكر أمه التي ماتت في نفس السنة بدون سبب، بل شعرت فقط بتعب في قدمها، فلم تبالي ولم تشعر بنفسها إلا وهي ساقطة على الأرض. وجدها ابنها عبد الرحمن ملقاة على الأرض، فنادى أخاه وذهب بها إلى المستشفى. وبعد الفحوصات لم يستطع الأطباء تحديد سبب المرض، بل كانت كل تحاليلها وأشعتها طبيعية وسليمة. ظلت 3 أيام ثم توفيت، وبعدها ب4 أشهر توفي أخوه. ذهب عبد الرحمن إلى المستشفى وسأل الأطباء عن سبب الوفاة، قالوا: السبب مجهول ولا نعلمه. أخذ الجثة ودفنها بجوار قبر أمه. وعندما عاد عبد الرحمن إلى المنزل ظل يبكي على فراق أخيه، وشعر بأن هناك شيئا غير طبيعي، فاسترجع ذاكرته قبل شهر، فتذكر أخاه عندما اتصل عليه وقال: يا عبد الرحمن، الحقني، أنا مخنوق. فسأله: ماذا تشعر؟ قال أخوه: أشعر أن أنا السبب. فاستغرب عبد الرحمن وكان يسأله: ماذا تقصد يا أخي؟ ماذا تشعر؟ وكان يعتقد أن أخاه في صدمة بسبب وفاة أمه. ونام عبد الرحمن ورأى في المنام أنه جالس أمام قبر أمه وأخيه. كان يبكي والدنيا ظلام، وقبر أخيه ينفتح، ويد تخرج من داخل القبر وتبعد التراب عن القبر، إلى أن خرج أخوه من القبر وهو عريان. نظر إليه عبد الرحمن وكان وجهه شاحبا وعينه منتفخة، ولما جاء يتكلم استيقظ عبد الرحمن من نومه واستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. قام عبد الرحمن وصلى 2 ركعتين وجلس يدعو لأمه وأخيه بالرحمة والمغفرة، ودخل إلى غرفته ونام، فرأى أخاه على أرض المقبرة ملفوفا بكفنه، ووجهه فقط هو الذي يظهر منه، وكان يصرخ بأعلى صوته. وكانت تقف بجانبه امرأة تلبس أبيض، وكان شعرها طويلا جدا من كثافته كان يغطي وجهها، وكانت تمسك سيخا حديديا طويلا، فأدخلته داخل فم أخيه تدخله وتخرجه، وكأنها تعذبه وهو يصرخ وكأنه يستغيث بأخيه. وعبد الرحمن في الحلم كان لا يستطيع الحركة، والتي كانت تعذب أخاه أوقفت العذاب مرة واحدة، وظلت تنظر إلى عبد الرحمن نظرات غريبة، إذا بعبد الرحمن يصرخ ويستيقظ من الفزع وجسمه كله مليء بالعرق، وظل يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وكان يتألم بسبب ما رآه في المنام، بسبب ما رآه يحدث لأخيه مرتين. فخرج، وبعد ساعات عاد إلى المنزل فوجد البيت مليئا بالعطر، رائحته جميلة، فاستغرب عبد الرحمن. وعندما دخل البيت وجد سفرة مليئة بالطعام فيها مما لذ وطاب، خاف أن يأكل من الطعام وسأل نفسه: من دخل البيت؟ وقرأ عبد الرحمن المعوذتين وآية الكرسي، وبعد ساعات شعر بالجوع فأكل من الطعام فوجده جميلا، ألذ طعام أكله في حياته. تقول الرواية حسب الذي يرويها أنه بمجرد ما نظر عبد الرحمن إلى المرآة وجد امرأة خلفه شعرها طويل، وكان هذا الشعر كثيفا من كثافته يغطي وجهها، وكانت تلبس ثيابا بيضاء جميلة وعينها كلها سوداء. مجرد ما رآها عبد الرحمن فقد الوعي، وبعد ساعات أفاق ووجد نفسه ملقى على الأرض. وظل عبد الرحمن يلتفت حوله يبحث عن المرأة فلم يجدها، فقال: هذه أوهام وتعب. ثم قال لنفسه: والطعام الذي أكلته والمرأة التي رأيتها هي نفس المرأة التي كانت تعذب أخي في الحلم، وما علاقة أخي بهذا الكائن؟
وهنا تذكر عبد الرحمن أن أخاه كان يحب السحر ويؤمن بالدجالين والسحرة والعرافين، وبعدما ماتت أمه قال له أخوه: أنا ذاهب إلى المغرب لأريح نفسي بعض الوقت. فقال له أخوه: أين تذهب في المغرب يا أخي؟ قال: إلى الدار البيضاء. فقال عبد الرحمن لأخيه: أمك ماتت من شهرين وأنت تريد أن تسافر وتخرج؟ قال له: أنا أسافر من أجل التجارة، أنا ذاهب إلى سوق جماع، هذا السوق كله مشعوذون وأناس يقرؤون الكف ويضربون الودع. فقال عبد الرحمن لأخيه: أنت تسافر من أجل سحرة دجالين كذابين؟ أنت تخسر دينك من أجل هذه الخرافات يا أخي؟ وهنا بدأ عبد الرحمن يربط كل هذه المواضيع ببعضها، وأن أخاه عندما عاد من المغرب كان يخرج في الليل وفي يده كتيب غريب. ولما سأله عبد الرحمن: إلى أين تذهب في الليل؟ كان يقول: الشيخ أو الدجال الفلاني أعطاني هذا الكتاب وفيه بعض الآيات ومحلول زعفران، ولا بد أن أذهب إلى جبل كذا وأقرأه فيه وأرمي المحلول عند بقعة معينة. قال: استمر أخوه على هذه الحال مدة أسبوع كامل. قال: وبعدها سأرى كيف تكون تجارتي أكبر وأموالي تكثر وينصب علي الرزق صبا. وهنا ربط عبد الرحمن الوليمة التي وجدها وأحلامه المتكررة لأخيه، ربطها ببعض، ثم دخل إلى غرفة أخيه ليرى ما هذا الكتاب. وعندما فتح عبد الرحمن الكتاب سقطت منه ورقة مكتوب عليها: عائشة جنديشة، وفيها آثار محلول الزعفران وطلاسم وحروف متفرقة ورسومات. ظل يسأل نفسه: من هي عائشة جنديشة؟ ولماذا أخي كتب حول اسمها رسومات وطلاسم ورسومات؟ فقال: إن شاء الله سأذهب إلى الشيخ في الفجر وأسأله. ثم نام عبد الرحمن، فإذا به يرى أخاه في المقبرة للمرة الثالثة وينادي عليه ويقول: ساعدني يا عبد الرحمن، وهو لا يستطيع أن يتحرك في الحلم وكأنه مقيد. فقال له: كيف أساعدك يا أخي؟ قال: أنا كفرت بالله يا عبد الرحمن. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفر والشرك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال له في الحلم حسب هذه الرواية. قال: وأنا أعذب فساعدني، وإلا إنه سيجد المرأة وشعرها الكثيف وأعينها السوداء. استيقظ عبد الرحمن من نومه مفزوعا وذهب إلى المسجد وصلى الفجر وذهب إلى الإمام مسرعا وحكى له كل ما رآه وكل ما حدث بالتفصيل. فقال الشيخ: يا عبد الرحمن، الأغلب أن بيتك فيه جنية، وأغلب الظن أنها هي من آذت أخاك، فوالله لا أرى لك علاجا إلا قراءة سورة البقرة يوميا، فلا يستطيعها البطلة والسحرة. وعاد عبد الرحمن إلى المنزل فوجد سفرة طويلة فيها كل ما لذ وطاب. فقال عبد الرحمن في نفسه: أنا أخرج إلى شغلي وأعود إلى المنزل أجد من الطعام ما لذ وطاب، ورائحة البيت جميلة، وأفضل المأكولات والمشروبات والفاكهة، فإذا أنا قرأت القرآن وطردتها فلن أستفيد شيئا، وهي لم تؤذني. وطمع عبد الرحمن. أما بالنسبة للأحلام فهي ستمل مني وأنا لم أوذيها ولم أفعل شيئا، كل شيء فعله أخي. وجلس عبد الرحمن يأكل وهي تظهر له وهو يحاول أن يتجاهلها. فلاحظ عبد الرحمن أن الأنوار تنطفئ، وأحس بشيء يجلس بجانبه، فإذا بالمرأة جالسة بجواره، فحاول إبعادها عنه، ولكن أطرافه مشلولة تماما لا يستطيع الحركة. تقول الرواية إنها قالت له: لا تخف مني، أنا عائشة جنديشة، وأنا جنية من روح مغربية، أنا عشيقة أخيك. لبيت جميع رغباته، واشترطت عليه عدم الخيانة، وألا يصلي، وألا يقرأ القرآن، وألا يمارس أي طقوس دينية. أعوذ بالله من الشياطين. قالت: وأخوك خانني فعذبته حتى مات، وفي قانون الجن إذا مات الزوج فالزوجة تكون لأخيه، فجميع طلباتك مجابة. إذا أردت المال فستصبح أغنى الناس، إذا أردت أي شيء نحن نفعله، ولكن لا تمسك أي مصحف ولا تقبل على أي شعائر دينية. وعبد الرحمن لا يستطيع الكلام، وهو يحاول أن يذكر الله عز وجل ولكنه لا يستطيع. فقال: أخي مات كافرا بسببك، وأشرك بالله بسببك. فقالت: إن أخاك هو من استدعاني، فأنا لم آت إليه من تلقاء نفسي، فإذا أنت فعلت أي شيء سأعذبك حتى تلحق بأخيك. خاف عبد الرحمن ورضي بمطالبها خوفا منها. نعوذ بالله من الشياطين.
وكان عبد الرحمن يعلم أن نهايته ستكون مثل أخيه، وأنها جنية شيطانية ليس لها عهد ولا ذمة. خاف عبد الرحمن، وهي استغلت خوفه وبدأ ينفذ أوامرها، فترك الصلاة والقرآن، وترك حتى التسمية بالله عز وجل، فأصبح عبدها هي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشياطين. حتى إنها حسب الرواية كانت تعاشره كما يتعاشر الأزواج، وبدأت الجنية تغريه بشيطانتها، وبدأ عبد الرحمن يتعلق بها ويراها أجمل النساء، ويحبها على حساب دينه ونفسه، وباع آخرته مثل ما فعل أخوه من قبل، من أجل شيطانة تريده أن يبعد عن ربه عز وجل، وأن يبقى على نجاسته بعد معاشرتها، وكل يوم يزداد حبها في قلبه، فأمرته بأن يتخلص من أي شيء ديني، وأن يظل عمره كله لها هي فقط. وعلى هذه الحال ظل عبد الرحمن شهرا حياته كلها سوداء، لم يتخللها إلا هذه الجنية. ولم يخرج عبد الرحمن لأي أحد، بل ظل في المنزل لا يراه أحد. فسأل إمام المسجد المصلين: أين عبد الرحمن؟ فقال جيرانه: يا شيخ، إنه في المنزل لا يخرج لأحد، وكل يوم في المساء نسمع صوت صراخ وبعدها يهدأ الصوت. فتذكر الشيخ أمر الجنية، وقال للشاب: نريد جميعا أن نذهب إلى عبد الرحمن، فإنه في خطر كبير. وطرق الشيخ ومن معه الباب، ففتح الباب، فقال الشيخ للشباب: أمسكوه. وبدأ الشيخ يقرأ القرآن، وكلما قرأ الشيخ القرآن على عبد الرحمن كان يصرخ عبد الرحمن بصورة جنونية يريد أن يبعدهم عنه، إلى أن قرأ الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وكان عبد الرحمن ينظر أمامه بشدة ويصرخ بأعلى صوته، وكأنه يرى شيئا لا أحد يراه سواه. عرف الإمام أن الجنية ظهرت له بصورة سيئة، وواصل الإمام القراءة دون توقف إلى أن أغمي على عبد الرحمن، ولكن فجأة امتلأ البيت بالنمل بكميات كبيرة. فأخذ الشيخ والشباب عبد الرحمن معهم إلى المسجد، وظل يقرأ عليه وينفث عليه بماء زمزم، إلى أن استيقظ بفضل الله عز وجل وتحسنت حالته. وأخبر الشيخ بكل ما حدث له، وانتقل خبره إلى كل أرجاء القرية، وبقي عبد الرحمن مواظبا على الصلاة بفضل الله في المسجد، وصار مقرئا معروفا حافظا للقرآن. وفي النهاية هي آية واحدة من كلام ربنا عز وجل تظهر بيان هذا الأمر كله. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. اللهم أدخلنا في عبادك المؤمنين الصالحين الخاشعين الخاضعين، ونعوذ بك ربنا من همزات الشياطين، ونعوذ بك يا سيدنا أن يحضرون. فلا أحد يقدر على المؤمن إن استعان بالله تبارك وتعالى، فالله هو الحفيظ. ولا تنسوا مشاهدين أذكار الصباح والمساء، وذكر الله تبارك وتعالى عامة، فإن ذكر الله عز وجل يحفظ الإنسان بأمر الله وحفظه، والحمد لله. اللهم إنا نعوذ بك من السحر والسحرة، والكهانة والكهان، والدجل والدجالين، والشياطين ووساوسهم ونزغاتهم، وطغيانهم وخطواتهم. اللهم آمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.